بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي الأوفياء. مرحبا بكم على قناتي الثانية للحلويات والمخبوزات، ولا تنسوا مواكبة جديد القناة الأولى للطبخ كل يوم جمعة. وصفتنا اليوم راقية وجد لذيذة وبمكونات بسيطة، سأقدمها لكم بخطوات سهلة ومضمونة حتى تتمكنوا من تحضيرها ببيوتكم وكلكم ثقة. وصفتنا اليوم هي نوغا غلاسي، وتقدم كتحلية ممتازة تتميز بطعمها الراقي الكريمي المنعش. فلنتابع معا المكونات: 400 ملل من كريمة الخفق، القشدة الطرية كريم فريش، ما يعادل 1 كاب و3 أخماس الكاب أو كأسين وثلث كأس العنبة. يجب أن تكون الكريمة هنا جد باردة. 4 من أبيض البيض أي زلال البيض، هنا البيض متوسط الحجم. 120 جرام من السكر الخشن سنيدة ما يعادل 8 ملاعق طعام. 50 ملل من الماء ما يعادل خمس الكاب أو ثلث كأس العنبة. 6 حبات من المشمش المجفف مشماش. 6 حبات من الكرز المسكر حب مملوك معسل. 40 جرام من التوت البري المجفف ونستعمل نوع العنبية لميرتين. 40 جرام من الفول السوداني المحمص بدون قشور كاوكاو. 40 جرام من الفستق المحمص بيستاش. 40 جرام من الجوز المحمص عين الجمل أو القرقاع. قطع كل هذه الفواكه الجافة والمكسرات إلى قطع جد صغيرة. أبدأ بحبة المشمش. في هذه الأثناء لا بأس أن أستعرض عليكم بعض منافع كل هذه المكونات. فالمشمش غني بالفيتامين أ وج، ومصدر جيد للحديد أي أنه مفيد لمكافحة فقر الدم، كما أنه غني بالألياف لهذا يعتبر صديق للأمعاء، يجنبنا الإمساك ويحفز الهضم، ويحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم، وهذا يعنى بتنظيم ضربات القلب ويخفض ضغط الدم المرتفع، وله عدة فوائد إضافية. الجوز القرقاع أو عين الجمل يحتوي على نسبة عالية جدا من مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الضرورية للجلد، ويعمل على حمايتها من أشعة الشمس المضرة. فتشكيلة الفواكه الجافة والمكسرات تبقى حسب الرغبة، فيمكنكم استعمال العنب المجفف، الزبيب، التمر، التين المجفف، الشريحة، اللوز المحمص، الكاجو، أي حسب تفضيلاتكم وما تتوفرون عليه ببيوتكم. بالنسبة للفستق أو البيستاش، منبع هام للفيتامين ب6 وهاء، يقوي المناعة، يحافظ على صحة العيون، ينصح به لمرضى القلب ومرضى السكري. كذلك هام جدا بالنسبة للحوامل لاحتوائه على الفيتامين الأوميغا 3، يقوي الذاكرة، مفيد للتخسيس وإنقاص الوزن، وجيد لنضارة البشرة. استمر في تقطيع بقية المكونات بنفس الطريقة ونخلطها بنفس الإناء. بالنسبة للفول السوداني أو كاوكاو، منجم مهم من الطاقة والمعادن ومضادات الأكسدة والفيتامينات الهامة لصحة الإنسان. ويمكن كذلك الاستفادة منه بعد تحميصه وطحنه جيدا للحصول على زبدة الفول السوداني، واستعماله كقناع للبشرة، فيسهم في إزالة الأوساخ والشوائب، كذلك الحصول على بشرة صافية نضرة وشابة. التوت البري الأحمر المجفف، ففوائده لا تعد ولا تحصى، بحيث يعتبر أقوى مضاد للأكسدة ويقوي الدماغ، ينظم ضغط الدم ويحافظ على سلامة الأوعية الدموية، يعزز مناعة الجسم ضد الالتهابات الفيروسية، جيد بالنسبة للأظافر الشعر والجلد، ويعمل على إزالة الدهون باستخدامه في الأنظمة الغذائية الخاصة بإنقاص الوزن. الكرز حب ملوك، فهو مفيد جدا للتخلص من الأرق، يخفف من الآلام، وبصفة عامة يخفف ضغط الدم المرتفع ويعطي نضارة للبشرة، ويعتبر من أفضل الفواكه التي تفيد الحامل. كما أشرت سابقا، فتشكيلة الفواكه الجافة والمكسرات يمكننا التغيير فيها من حيث الكمية أو النوع حسب تفضيلاتكم. أضيف قطع الكرز لبقية المكونات، ثم أدمجها مع بعضها البعض.
حتى تتوزع جيدا بإناء وعلى نار متوسطة. أضع الماء، ثم أضيف السكر الخشن سنيدة، هذا لتحضير الشيرة أو القطر، بحيث سنتركه على نار متوسطة حتى يصل إلى درجة 120 تقريبا. هذا بغية تحضير الميرينغ الإيطالي. لاحظوا معي بدأ السكر يختفي بقلب الماء. في هذه الأثناء أنتقل إلى خفق بياض البيض. هنا بياض البيض يجب أن يكون بحرارة الغرفة. أشغل الخفاق الكهربائي على سرعة متوسطة حتى يتغير زلال البيض إلى أبيض ثلج. في هذه الأثناء لاحظوا معي شراب السكر بدأ بالغليان. أخفض من درجة حرارة الموقد وأتركه حتى تبدأ فقاعات متوسطة الحجم تظهر على سطح الشراب. خفقنا أبيض البيض فحصلنا على هذا الشكل، سنتركه حتى يتماسك معنا. لاحظوا معي الآن بدأ بياض البيض يتماسك، قوامه أصبح أكثر كثافة. كذلك شراب السكر بدأنا ننظر على سطحه فقاعات صغيرة الحجم، سنتركه حتى تتحول هذه الفقاعات إلى فقاعات متوسطة. ظهور هذه الفقاعات تدل على أنه وصل إلى الدرجة المثالية 120. لاحظوا معي بهذين المكونين سنحضر الميرينغ الإيطالي. لاحظوا معي بدأت هذه الفقاعات بالظهور، فقاعات متوسطة الحجم. نكتفي بهذا وأبدأ في إضافة شراب السكر لأبيض البيض المخفوق تدريجيا على شكل خيط، دائما مع الخفق على سرعة متوسطة. فهذه هي طريقة تحضير الميرينغ الإيطالي، جد سهلة وبسيطة. يجب فقط احترام الخطوات ومعايير المكونات. نضيف دائما الشراب على شكل خيط، أي تدريجيا لبياض البيض. لاحظوا معي تغير لونه، أصبح شديد البياض، كذلك كثيف أصبح أكثر كثافة. نكتفي بهذا القدر. لاحظوا معي جودة الميرينغ الإيطالي. للإشارة فقط، فالميرينغ الإيطالي يفقد من حرارته جراء عملية الخفق. بإناء آخر يجب أن يكون بارد. كذلك أدوات الخفق، أضع كريمة الخفق أو القشدة الطرية كريم فريش وأبدأ بخفقها على سرعة منخفضة، ثم أبدأ بتسريع سرعة الخفاق الكهربائي. أستمر في خفق الكريمة حتى نحصل على كريم شانتيه بقوام متماسك وكثيف. هنا لم نضف السكر لأن الميرينغ الإيطالي كذلك الفواكه الجافة تحتوي على كمية هامة من السكريات. حصلنا على كريم شانتيه بهذا القوام الرائع. نكتفي بهذا القدر. للتخلص من الكريمة الملتصقة بأدوات الخفق، نخرج الخفاق من كريم شانتيه، نرفعه فقط قليلا مع تشغيله على سرعة منخفضة. لاحظوا معي حصلنا على أدوات الخفق نظيفة. الآن كل مكوناتنا جاهزة، كل من الميرينغ الإيطالي، كريم شانتيه، كذلك الفواكه والمكسرات. أقصد الفواكه الجافة سأضيفها للميرينغ الإيطالي. كل الخليط دفعة واحدة، ثم أضيف نصف كمية الكريمة المخفوقة كريم شانتيه، وأبدأ بخلط كل هذه المكونات باتجاه واحد حتى تتجانس معي كل هذه العناصر. نحصل على خليط متجانس. دائما نخلط في نفس الاتجاه، ثم أضيف نصف كمية الكريمة المخفوقة لبقية الخليط. نخلط من جديد حتى تتجانس كل العناصر. أستعين بقالب طويل الشكل الخاص بالكيك، أسكب به الخليط. كذلك يمكنكم استعمال أي قالب تتوفرون عليه كيفما كان شكله، أو استعمال قوالب فردية. أسكب كل كمية الخليط، أسوي سطح الخليط جيدا حتى نحصل على شكل متناسق. نسوي السطح جيدا،
ثم أرجه قليلا حتى نتخلص من الفراغات بقلب الخليط، وأدخله للمجمد على الأقل مدة 3 ساعات حتى يتماسك معنا ويسهل تقطيعه. عند إخراج النوغا غلاسي من المجمد ولتسريع إزالتها من القالب، أمرر على محيط القالب منديل مبلل بالماء الساخن. نحاول أن نمرره على كل محيط القالب، كذلك من الأسفل. نستعين بصحن لقلبها، فهذه الطريقة جد عملية وسهلة. لاحظوا معي، فالنوغا غلاسي تقدم وهي باردة. سأريكم قوامها من الداخل، قوام جد رائع، كريمي ومنعش. أزين النوغا غلاسي حسب الرغبة ونقدمها بألف هنا وشفاء. للمزيد من الوصفات الرائعة والمتألقة تابعوني أنا الشيف نادية في إطار البرنامج الأسبوعي الذي أقدمه كل يوم ثلاثاء على قناتي الثانية للحلويات والمخبوزات، وعلى قناتي الأولى للطبخ كل يوم جمعة. إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الإعجاب وشاركوه مع أصدقائكم وأحبائكم، وعلى غير المشاركين منكم الالتحاق والانضمام للتوصل بكل ما هو جديد. لأي استفسار أو اقتراح أنا رهن إشارتكم. مني أنا الشيف نادية إليكم جميعا أطيب التحايا والمنى. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم.